أهلا بيكم. النهاردة هنغوص أكتر في موضوع الذكاء الاصطناعي، يعني هو خطر فعلا ولا فرصة؟ المصدر اللي معانا النهاردة مقال بيحاول يوازن بين الرأيين دول وتأثير ال AI على شغلنا وعلى حياتنا عموما. مهمتنا هي إننا نستخلص أهم الأفكار اللي فيه. المقال بيبدأ بنقطة قوية جدا الصراحة: توفير الوقت. حتة توفير الوقت دي أساسية. بالظبط. مش بس دقايق، لا ده ساعات شغل كاملة. يعني فكرة إن بدل ما حد يقعد يكتب مثلا 10 إيميلات شبه بعض، في أدوات AI يعني تخلصهم له في دقيقة واحدة بالكتير. ده بيخلي الوقت ده متاح لحاجات تانية أهم فعلا. مظبوط. والمقال مش بيقف هنا، لا ده بيتوسع ويوريك ازاي ده ممكن يترجم لفرص بيزنس حقيقية. يعني بيتكلم عن أدوات بتعمل لوجوهات، بتجهز خطط تسويق، بتقترح لك أسماء براندات. مم. وحتى ممكن تعمل فيديوهات كاملة. فيديوهات دعائية كمان بالصوت والصورة. أيوة، بالصوت والصورة. وفي حاجات منها مجانية أو تكلفتها قليلة جدا. ده غير طبعا تطبيقاته في الاتش ار، زي مثلا انه يفرز آلاف السيفيهات في دقائق، او يحلل اداء الموظفين، او حتى يرد على استفساراتهم بشكل آلي. يعني الموضوع فعلا كأن بقى عندك فريق شغال 24 ساعة زي ما المقال بيقول كده. بالظبط. طيب، هل ده معناه إن خلاص نطمن ومفيش أي قلق؟ المقال أكيد ليه رأي تاني في الحتة دي. اكيد طبعا. وهنا بقى الموضوع بياخد لفة تانية. المقال بيحذر بصراحة شديدة من تهديد محتمل لملايين الوظائف. ملايين؟ ايوه، خصوصا الشغلانات اللي فيها تكرار كتير، واللي كان العامل البشري بيعملها، يعني ممكن دلوقتي نستغنى عنه فيها. المقال بيضرب أمثلة واضحة: خدمة العملاء التقليدية، ادخال البيانات بكميات ضخمة، تصميمات الجرافيك البسيطة قوي، شوية مهام إدارية روتينية. الفكرة هنا زي ما المصدر بيقول مش بس استبدال، لا، ده تغيير جذري في نوع المهارات اللي السوق محتاجها. تغيير في المهارات دي نقطة مهمة فعلا. طب وإيه كمان من التحذيرات؟ في تحذير تاني مهم قوي، اللي هو خطر الاعتماد الأعمى على ال AI. يعني إيه بالظبط؟ بصي، المقال بيشرح إن الذكاء الاصطناعي بشكله الحالي على الأقل هو بيتعلم من الماضي، امم. بيحلل كميات داتا رهيبة وبيحكيها أو بيعيد تركيبها. لكن يعني هو مش بيبتكر فكرة جديدة تماما من الصفر زي الإنسان. امم. فالشخص أو الشركة اللي كل اعتمادها عليه ممكن فجأة تلاقي نفسها بتكرر اللي فات أو واقفة مكانها. امم. مفيش تطوير حقيقي بيحصل. فهمة. وده يوصلنا بقى للرسالة الأساسية في المقال، وهي إن الذكاء الاصطناعي ده في الآخر مجرد أداة. مم. يعني أداة قوية جدا بس تظل أداة، والقرار النهائي بيفضل في إيد الشخص نفسه. عشان كده النصيحة لأصحاب البيزنس هي: استخدموه عشان تسرعوا التنفيذ، تحللوا السوق أعمق، تنتجوا محتوى أكتر كفاءة، تديروا فرقكم أحسن. تمام. وللموظفين كمان، النصيحة هي إنهم يستخدموا الأدوات دي عشان يظهروا بشكل يعني أذكى وأسرع، عشان ينجزوا شغلهم بكفاءة أعلى تميزهم عن غيرهم. الفكرة إنك لازم تفضل أنت المتحكم، أنت صاحب الرؤية. مش مجرد حد ممكن يتشال ويتحط مكانه حد تاني أو سيستم. بالظبط. وهنا بتيجي أهمية فكرة التعلم المستمر والتطوير الذاتي اللي المقال بيركز عليها قوي. لو بصينا للصورة الأكبر، يعني القدرة على التكيف دي واكتساب مهارات جديدة طول الوقت، هي دي اللي هتفرق فعلا. تمام جدا. يبقى لو حبينا نلخص أهم نقطتين في المصدر ده: الذكاء الاصطناعي ده سلاح ذو حدين، فيه مميزات ضخمة: كفاءة، توفير وقت، موارد، حاجات مذهلة. لكن في نفس الوقت في مخاطر واضحة على وظائف معينة، وفي خطر إن الواحد يقف مكانه لو اعتمد عليه زيادة عن اللزوم. مظبوط. فالخلاصة زي ما فهمت إن الاستخدام الذكي والاستراتيجي هو الحل عشان نستفيد ونتجنب المشاكل. بالظبط. والمقال بيختمها بجملة قوية ومباشرة جدا: اللي ما بيطورش نفسه بيتنسي. ودي بصراحة بتخلينا نفكر في سؤال أعمق شوية، ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. يعني بعيداً عن فكرة إننا بس نتعلم نستخدم أدوات ال AI دي، إيه بقى المهارات الإنسانية نفسها اللي لازم نركز عليها قوي وننميها دلوقتي، عشان نضمن إننا ما نبقاش من اللي ممكن يتنسوا في المستقبل اللي ال AI بيشكله ده؟